ما على باليش اذا تعرفوه، بصح من ابن الاطباق التقليديه اللي لازم ديروهم هذا رمضان، طبق تصدام الاغا، طبق عاصمي وبزاف. السلام عليكم. من ابن الاطباق التقليديه اللي لازم تخبوهم هذا رمضان، طبق تصدام الاغا لازم تجربوه، سهل مهل وبنتو كالعاده لا بانت عندنا. الحاجه الاولى اللي نبداو بها في طاجين، ندير شويه تاع الزيت شويه تاع السمن، هو في الاصل يجيب المراصم تاع اللحم. كما تقدروا ديروا الدجاج، انا درت ميلونج نحطهم يتقلاو مليح حتى يطلقوا كامل هذيك البنه. في ريسيبيون درت كميه تاع الفيونداشي، شويه معدنوس، حبه تاع البيض، مغرف تاع لا شابلور، مغرف تاع البصل المقطع، ملح وفل كحل ونعجن كلش. هاد لا فيونداشي نسحقوه للبطاطا وما نسحقوش منه. هنايا بعد ما تقلى هذاك اللحم مع الدجاج مليح، نجي ندير حبه تاع بصل اللي كنت رحيتها مع عود قرفه، الملح، فل كحل ولا الفلفل الابيض، ونحطهم ثاني كيتقلاو فوق النار حتى يدبل هذاك البصل. البطاطا في الصح هي تتقطع بالطول شرائح يكونوا رقاق، برك انا البطاطا تاعي كانت بزاف كبيره على بها قطعتها بهذه الطريقه، وكما راكم تشوفوا ديروا الشرائح يكونوا رقاق باش يطيبوا لكم تمام. نحكم حبه تاع البطاطا ندير عليها كميه تاع الفرماج تكون طبقه رقيقه تاع الفيونداشي، ونغلقها بحبه بطاطا واحده اخرى بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا طريقه بزاف سهله. هنايا بعد ما تقلى هذاك البصل مليح ودبال، نجي نمرق بالماء يكون سخون، نغطي عليه ونخليهم يطيبوا بعقلهم. نعاود نولي لهذيك البطاطا اللي كنا حشيناها، نجي نجوزها في البيض في لا شابلور 2 خطرات، ونوجد كامل الحبات بهذه الطريقه، وندوروا للمرقه باش نديروا لها الحميصه. وانا اليوم حنستخدم الحميصه تاع بونو اللي بلا ما تشمخوها بلا والو تلقاوها واجده طيب في 5 دقائق، وفيها زوج احجام، بلاره صغيره فيها 300 غرام والبلاره الكبيره فيها 580 غرام، وجايه ديغازي ما دير لكمش مشاكل النفخ سورتو مع رمضان. هنا حطيتها في المرقه نخليها طيب واحد 5 دقائق ونطفي عليها. نبدا نقلي في البطاطا، الزيت لازم تكون سخونه والنار تكون متوسطه ريحه القليل باش طيب لكم مليح هذيك البطاطا، معناتها خلوها طيب مليح. واذا شفتوا البطاطا بلي ما طابتش مليح، هاد لي كروكات حطوهم داخل المرقه هذيك وخلوهم يكملوا يطيبوا وهي كي تكون. وهنا جيت قدمت هذا الطبق بهذه الطريقه، درت اللحم في الوسط، دورت عليه لي كروكات مع لاصوص، وتقدموه بصحتكم.